لو جربتي تعملي الفراخ بالطريقة دي بجد مش هتندمي. انا من ساعة ما عملتها وانا بعملها مرتين او ثلاثة في الاسبوع، او لما اكون مستعجلة وعايزة اعمل بسرعة الاكل. انا في الاول بجيب بصلتين كبار وبقطعهم حلقات وبضيف عليهم حلقات من الفلفل الرومي او الفلفل الالوان زي ما تحبي ومكعبات طماطم. وهنا انا ضفت عليهم هريسة الشطة. وبعدين حطيت عليهم بقى التوابل بتاعتي اللي هو الفلفل الاسمر والكمون والملح وكزبرة ناشفة. وحطيت عليهم برضو فصين من التوم المهروسين، ممكن توم شرايح برضو عادي زي ما تحبي. وبعدين خلطت الخليط ده كويس قوي. بس انا ما اكتفيتش بكده، رحت دعكه بقى البصل بالمخلوط ده بالتوابل كلها بحيث ان البصله تشرب من التوابل نفسها. بقى كده جاهزه عندي. هنا كنت بقى منضفه الفراخ وغسلاها ونشفاها كويس قوي. وكنت مشرحاها انا اسمها كده وعامله لها شرايح في النص بحيث ان انا عايزه اخد التتبيله دي واتبل بيها الفراخ، يعني ادخل جوه الفراخ نفسه جوه اللحم تتبيله البصل مع الفلفل والطماطم دي. خلاص، وبخلص كل كميه الفراخ عندي لحد ما اظبط الفراخ كلها وارصها في صينيه. تمام كده، وبضيف عليها بقى كوبايه ميه صغيره. اول ما تبتدي تغلي انا حطيتها على عين البوتاجاز عادي خالص، ما دخلتهاش فرن اهو. تبتدي تغلي اروح موطيه عليها النار لحد ما تستوي. بحضر بقى ده المعجون اللي هدهن بيه وش الفراخ. عبارة عن معلقة صلصة مع معلقة كاتشب ورشة فلفل أسمر، وبخففهم بنقطتين من المية. وبدهن بقى الفراخ بقى كلها أشربها بالمعجون ده اللي هيديها لون الوش كأنها كأنها مشوية. اهي بالظبط كده. هدخلها بقى على الشواية لحد ما تاخد الوش التمام. كده خلاص بقت جاهزة معايا بالظبط كده، وابدأ أخاف. هتطلع معاكي فراخ تحفة يا جماعة، وخطيرة وطعمها في منتهى الجمال. جربوها مش هتندموا، وبألف هنا.